معانا النهارده عشوة سريعة وسهلة وبسيطة خالص بأي حاجة عندنا في التلاجة. جبت فلفلاية وطماطمياية وقطعتين لانشون وقطعتين موتزاريلا وقطعتين رومي على موتزاريلا، ولو عندكم زيتون مخلي تحطوه. انا بعمل ده بكل الحاجات اللي عندي في التلاجة كده مع بعض، ولو عندك شيدر برضو حطي، بتبقى طعمة جدا جدا جدا. حطيت الزبدة على النار ساحت بقى في الطاسة كده، وبعدين حطيت عليها الخليط اللي احنا عملناه طبعا بعد ما كنا حاطين البهارات بتاعتنا اللي هي ملح وفلفل اسمر. بعدين بدأت اقلب فيه. انت ممكن تقلبيه على الناحية التانية على طول ويطلع معاكي على شكل دايرة اللي هو قرص بيتزا وكده، بس انا ما كنتش هقدمها في طبق او هتتاكل كده بالعيش، احنا كنا هنحطها في سندوتشات. بعدين جبت العيش بتاعه وجبت الصينية وجبت الحاجة، وبعدين بدأت بقى ان انا املى السندوتشات بتاعتي كده بالخليط دوت وادخلها التوستر علشان خاطر ولادي بيحبوا العيش يكون مقرمش. وبألف هنا وصحة على قلبكم وقلبنا يا رب. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم المرة دي، واتمنى تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة بتاعتنا وبس.